هاي يا جماعة عاملين ايه؟ والنهاردة أنا بستخدم الزوم الفيديو ده. هو أنا كنت بفكر يعني الكاميرا كواليتي على زوم كانت أحسن بكتير من دلوقتي، بس يعني اوكي. بس كنت عايزة اتكلم شوية بالعربي عن الكوري واللغة الكورية وكده، عشان انا لسه عملت درس بالكوري. وبجد يا جماعة انا مبسوطة قوي عشان اخيرا انا ممكن افهم شوية حاجات بالكوري. يعني بدأت اتعلمها من السنة دي، يعني اصلا من السنة اللي فاتت وكده، بس يعني مش consistently فهماني يعني. كنت بتعلم حنجل، يعني الحروف، شوية حاجات عن اللغة like ال particle، شوية grammar وكده. بس لأ، السنة دي لما رجعت، يعني لما هيكون في مصر، لا مش كده. آه، من ديسمبر أو يناير بدأت اتعلم كوري. كل سنة، كل أسبوع وأسبوعين وكده، فكونسيستنتلي أكتر يعني. عشان بجد بحب أتفرج على المسلسلات من كوريا، الكي دراماز. حلوين قوي، بحبهم جدا، هما أحسن بكتير من دراماز يمكن من أي بلد تانية. يعني ما أعرفش، بحب المسلسلات من مصر كمان، ساعات من بلاد تانية، بس لا ما أعرفش. في رأيي الكي دراماز توب، هما جامدين قوي وبحبهم قوي. وعشانهم بدأت أتعلم اللغة الكورية. فيعني أخيرا ممكن أتكلم شوية حاجات بالكوري، فأنا مبسوطة جدا عشان كده. فيعني الحاجة دي حصلت مع العربي بتاعي كمان، يعني من يومين وكده. فنفس الحاجة هحصل، ومبسوطة عشان كده. وهنشوف لو بعد وقت ممكن أعمل كلام بالكوري 100% ولا لأ. لو ممكن أتكلم كوري لبلب ولا لأ، عشان بعد 4 سنين وكده أنا لسه أتكلم عربي مقصر. بس يعني مفيش مشكلة، عشان أنا لسه ممكن أقول حاجة باللغة دي. فأعتقد أن الحاجة دي كويسة، عشان مفيش ناس كتير اللي تتعلم اللغة العربية أو اللهجة المصرية. لو ممكن أقول أي حاجة أنا مبسوطة مع كده. بس طبعا أنا محتاجة أمارس، لازم أمارس العربي بتاعي أكتر، ولازم أدرس أكتر، عشان يعني بتكلم كويس بس مش كويس جدا. وأنا عايزة أعمل كلام مش بسيط، يعني عشان دلوقتي أعمل كلام بسيط وكده. بس لو عايزة أقول حاجة أكتر difficult، لا صعبة قوي ليا. ونفس الحاجة مع كل اللغات اللي آم، بتعلمهم علموه معرفش. بس مبسوطة قوي عشان الكوري، وعشان العربي، وعشان ممكن أفهمهم شوية دلوقتي. ويا ألف شكرا for watching my video. ما تنسوش تعملوا لايك كومنت وسبسكرايب. أشوفكم قريب إن شاء الله يا جماعة. شكرا، مع السلامة. فين ستوب؟